السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي وحبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم في وصفة النهاردة. هنعمل كيكة التايجر بطريقة جميلة جدا وسهلة ومفيش اي مشاكل في المقادير. معانا هنا 3 بيضات. طبعا لو بيض صغير زي كده هيبقى معانا 3 بيضات، لو بيض كبير هيبقى بيضتين. ومعانا 4 باكت فانيليا، ويبقى معانا كوبايتين دقيق نخلينهم كذا مرة اللي في العلبة دول. وهيبقى معانا ان شاء الله كوباية الا ربع زيت، وهيبقى معانا ربع كوباية كاكاو، ربع كوباية. هيبقى معانا كوباية سكر، وطبعا السكر ده حسب الرغبة، عاوزين تزودوا براحتكم يعني ممكن تخلوها كوباية وربع على حسب حبكم ايه لحاجة مسكرة او دلع. ومعانا كوباية حليب ومعلقة بيكنج باودر كبيرة، ويبقى معانا معلقتين خل. تمام، دي كل المقادير معانا اللي هنعمل بيها كيكة التايجر. طبعا انتوا ممكن تعملوها في الخلاط، ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي، بمضرب الكهرباء اللي يريحكم. انا بقى النهارده هعملها بالمضرب اللي هو الكهرباء. عملتها قبل كده معاكم بس كيكة عادية بالمضرب اليدوي، بس انا محتاجة بس انجز، فايه هجيب مضرب الكهربائي وهنعمل بيه. اول حاجة هننزل كده بال3 بيضات، عشان البيض اللي عندنا صغير فايه حطيت 3 بيضات. لو البيض كبير هيبقى بيضتين كبار حلوين كده. تمام، هننزل معانا بال3 بيضات كده حبايب قلبي. وطبعا معانا في الفانيليا 4 باكت فانيليا، لان الكيس ده ضعيف جدا، ريحته مش قوية قد كده، فايه انا حطيت 4 باكت فانيليا. تمام، عاوزين تقللوا براحتكم ايه اللي يريحكم. والله يا جماعة طعمها كان زي كيكة النايتي اللي هو كان بيتباع بره في السوبر ماركت، اللي مازال لحد دلوقتي خطيرة هشة وطرية وناعمة في منتهى الجمال. وهتجربوها بالطريقة دي هتعجبكم. هنضرب البيض قوي جامد جدا لحد ما يعمل فوم كبير كده ولونه يتغير ويفتح معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. هننزل بكوباية السكر. هو كده كان سكرها هادي، عشان لو حبيتوا تشربوها مع كوباية شاي مع كوباية حليب يبقى سكرها في المعقول. ونزلنا بكوباية الا ربع زيت، ونزلنا بكوباية الحليب، وهننزل بكوباية السكر، وهننزل بمعلقتين خل كبار. طبعا الخل بيدي هشاشة حلوة جدا للكيك. تمام كده، وهنضرب بقى بقية المقادير كلها مع قلب بعضها برضو بالمضرب عشان السكر يدوب معانا. تمام، يبقى بعد ما ضربنا ال3 بيضات حلوة اوي وفضلنا نضرب فيهم لحد ما اللون فتح. لو في الخلاط برضو هنعمل كده. بعد كده هننزل بالزيت، وهننزل بالسكر وبالحليب. تمام، وهننزل بالخل، والتانيين هنضرب برضو لحد ما نحس ان السكر كله داب مع المكونات اللي احنا خلطناها مع بعضها كلها. لو عندنا بقى عاوزين نعملها بالبرتقال، لو مش هنعمل الوصفة دي هنعملها كيكة عادية بالبرتقال، يبقى بدل الحليب هيبقى عصير برتقال. تمام، طبعا كل ما بندخل فيها هوا كل ما بتبقى ايه هشة اكتر. بعد كده هنجيب الدقيق ده انا نخلته جي 3 مرات. كل ما ندخل فيه هوا كل ما يديكي هشاشة في الكيكة رهيبة. هننزل كده بمعلقة بيكنج باودر كبيرة. طبعا المعلقة عندي صغيرة شوية فحطيت في حدود ايه هو الكيس اللي بيتباع بره ده، او معلقة بيكنج باودر كبيرة. زي ما انتوا شايفين كده انا بكمل المعلقة، محطيتش معلقتين. تمام، وكنت حاطة ذرة ملح هنقلبها عليها كده. طبعا الكاكاو لسه جاي دوره، ما نستعجلش. يا رب تكون الوصفات بتعجبكم حبايبي. الكيكة دي تنفع للفطار للعشاء، جنب كوباية شاي، جنب سندوتش، مع كوباية شاي، اي حاجة بتبقى جميلة جدا. يعني كتغيير الواحد ساعات بيمل والله يا جماعة في الفطار، مبقاش عارف ياكل حاجة خفيفة كده. فدي حلوة مع كوباية شاي بالحليب، حلوة مع كوباية كوفي ميكس، حلوة مع كوباية هوت شوكليت اللي احنا عملناه. الحاجات دي كلها بتبقى جميلة جدا في الفطار والعشاء وخفيفة وبتبقى جديدة برضه. هننزل كده بالدقيق حبة بحبة كده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر ايه ندخل الهواء في قلب الكيكة وتبقى هشة معانا. وهتشوفوا الطريان بتاعها والهشاشان بتاعها في الآخر، قمة الجمال والروعة. تنينا بقى نقلب كده ونضرب كل المكونات معانا لحد ما كله يختلط ببعضيه.
وشكرا يا حبايبي لدعمكم ولكل تعليقاتكم الجميلة على كل الوصفات اللي بنزلها، وكله كلامكم جميل على راسي والله. كلام جميل بيسعدني، وربنا يخلينا لبعض يا رب، في مصر وخارج مصر. كل الشكر وكل التحية لحبايبي واخواتي جوا مصر وخارجها. بشكركم جدا 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 على كلامكم الطيب الجميل اللي بتدعموني بيه وبتشجعوني بيه وبتحفزوني ان انا اشوف الافضل والاحسن. تمام. معلش احنا بنضرب كده لحد ما نحس ان كله امتزج بعضيه، عشان ما يبقاش الدقيق مكلكع او في اي تكتلات جوه السائل. تمام كده. دلوقتي احنا هنجيب اي اكواز عندنا كده، او اي حاجة احنا عاوزين نقسم فيها الكيكة، نقسمها لجزئين. فاهميني؟ في طبقين، في شفشقين صغيرين كده، زي ما انا حاطه. اللي يريحكم اللي عندكم. بس هو الافضل يبقى حاجات زي كده، شفاشق صغيره كده، او بولات صغيره، او اي حاجه يبقى ليها بوز كده، عشان ايه؟ تبقى سهل ان احنا نعرف نصبها وتنزل معانا ايه؟ مظبوطه. طبعا احنا لسه هنخلط الكاكاو في اي جزء من الاجزاء دي دلوقتي، وهنزود شوية حليب لما نيجي نخلطه، لان هيبقى الكاكاو هيدي سمك للخلطة التانية، الخلطة اللي احنا هنحطه عليها. فلازم هنزود شوية حليب عشان تبقى سايلة، وتبقى بنفس الهشاشة بتاعت الكيكة، ونفس الخفية بتاعتها، ما يبقاش جزء تقيل وجزء خفيف. تمام. انا كنت جايبة كده دول ب20 جنيه كاكاو من عند العطار، حطيتهم كلهم. طبعا الكوز اللي معانا صغير، فده لا، حطيتهم في طبق عشان اعرف اقلبهم كويس. وهزودهم بقى في الفترة دي، انا ما صورتهاش، شوية لبن صغيرين في حدود ربع كوباية او نص كوباية، وقلبتهم كويس قوي عشان يبقى الاتنين سمك واحد. دلوقتي انا كنت جايبة الصينية بقى ودهنها زيت زي ما انتم شايفين كده، الصينية الوسط بتاع طقم الالومنيوم. جبت الصينية الوسط. تمام. هننزل باول حبة بالابيض، حبة كده الاول، وبعد كده هننزل بالشوكولاتة فوقيها برضو. هتلاقوا الدايرة وسعت، يعني حبة من ده، وبعد كده هننزل بحبة من ده. تمام. على هذا الأساس بقى تدينا شكل في الآخر رائع، وبالنظر كده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة كده. متنسونيش بقى تدعموني يا حبايبي، لو وصفة كيكة التايجر عجبتكم متنسوش تدعموني بقى باشتراك وشير ولايك للقناة، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. ولو ليكوا أي استفسار في أي وصفة من اللي أنا بعملها، سيبولي في التعليقات وأنا أرد عليكم بأمر الله. بصوا، جزء أبيض وبعد كده جزء بني، جزء أبيض وجزء بني، وبالتساوي. تمام. بصوا الشكل جميل ازاي، اللهم بارك، تحفة، تدينا منظر جمالي رائع. طبعا انا كنت مسخنه الفرن ايداه وانا شغاله، حطها على الشبكه. اول ما بنفتحش عليها لاول ربع ساعه، اول ما نحس ان هي ابتدت انتفخت معانا، بنهدي النار عليها ونفتحش عليها خالص الا بعد ربع ساعه. في اول ربع ساعه نبتدي بقى نشوفها عملت ايه. يعني النار بتبقى عالية، ونحطها في الشبكة في الرف الأوسط، ما بنحطهاش على البوتاجاز من تحت. تمام يا حبايبي. وما نحس انها انتفخت، بنهدي النار الفرن عليها ونسيبها بقى مع نفسها تستوي. وهي مش بتحتاج شواية، لان هي وشها بيبقى ايه، بيبقى البني فيها كاسي، فمش بتحتاج ان احنا نحطها ايه، في شواية. تمام. هي استوت في الشبكة كده، وش وظهر وكل حاجة كده. ايه، كنا خلصنا كل الكمية زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الايد بتاعة المضرب او خلة، هنبتدي بقى نعمل الحركة دي كده من الداخل للخارج.
او عاوزين تصبوها بنفس الشكل المدور ده برضو منظر جديد وشيك وحلو، اعملوها بقى الشكل اللي يريحكم. ده الشكل المتعارف او اللي احنا عارفينه في التايجر، كيكة التايجر. شكل لذيذ قوي، عامل زي عش العنكبوت، قمة الشياكة والجمال، تحفة تحفة فنية. بنخبط كده خبطتين عشان لو في اي فقاقيع هوا تطلع منها. وبعد كده بندخلها الفرن بقى زي ما حكيت لكم كده، ندخلها في الرف الاوسط ويكون الفرن سخن. وكده كانت طلعت معانا، كانت لسه برضو ايه يعني ما هديتش، كانت لسه سخنة. تمام. ما تنسوش تدهنوا الصينية زيت يا جماعة. خطيرة والله خطيرة، طعمها رائع. هي ما عادتش اصلا ما شاء الله من جمالها ما عادتش. بصوا بقى هشة وجميلة ازاي، تحفة. الف هنا والشفا، زي الجاتو، زي كيكة الجاتو بالظبط. بصوا طريقة ازاي، طريقة جدا بألف هنا وشفا. وده كان الشكل النهائي ليها. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم وأفادتكم، كيكة التايجر. والسلام عليكم ورحمة الله.